إبراهيم بن مبارك الحسيني من سلطنة عمان. الفنان يونس شلبي، قمت بإداء بطولة المسلسل التلفزيوني عيون أمام الفنان فؤاد المهندس والفنانة سناء جميل، فماذا تعلمت منهما وهل استفدت وهل أفاداك في إداء دورك في هذا المسلسل؟ طبعا أنا استفدت من أستاذ فؤاد المهندس والأستاذة سناء جميل، ودول كانوا معايا زي العسل حقيقي والله. يعني افتكر مرة انا كنت بعمل، هم كانوا واخدين فكرة ان انا برتجل كمان في التلفزيون وحاجة كده وبعتمد على سرعة البديهة ما بحفظش، لكن انا في التلفزيون بحفظ صم. ليه؟ لان لما بحفظ صم اجي قدام الكاميرا لو عندي في حاجة او جملة اقولها المخرج او حاجة تبقى لينة ببقي واقدر يكون ايه الاداء سهل وممكن يتقال فيه نكتة فيه حاجات كده، يبقى انا واكل الكلام ما اقدر اقوله صح. يعني انا افتكر يعني كان في مونولوج 3 صفحات، فالمفروض انا جاي اقوله، هم كان في الاستوديو يعني يحاولوا يقولوا من مره واحده او من مرتين عشان ما يعطلوش التصوير ويبان ان الاستاذ الكبير يعني اقل من الممثل صور حكم، فكانوا يحفظوا يعني. فانا قلت لا، ده انا معايا ناس اساتذه كبار وبانوا من اول مره بيقول اللهم صل على النبي، انا ما كنت زيهم هضعف على طول. فحفظت المونولوج صم 3 ورقات وجيت قلته في الاستوديو فتعدى من مره واحده، فطالعين نشوفه فوق بقى وانا ماشي ورا الاستاذ فؤاد المهندس ومدام سناء، فلقيتها بتكلموا بالفرنساوي فلقطت 3 4 كلمات كده يعني. قالت له شوف يونس قال المونولوج يا فؤاد من مره واحده خلي بالك وما اعرفش واحد كده يعني. فطبعا الواحد استفاد منهم استفاده كبيره جدا يعني. دول اساتذه واساتذه مش اي اساتذه، شجعوا اللي طالع وشجعوا اللي اقل منهم، والناس الكوميديانات يشجعوهم، خصوصا الاستاذ فؤاد المهندس ده يشجع الكوميديانات قوي يعني، حقيقي حقيقي يعني.